النهاردة هنشرح كتاب العادة التامة، وهو في الكتاب ده بيكمل كتاب العادات السبع الأكثر فعالية لستيفن كوفي. وحس كده إن فاضل عادة تامة فقال يعملها لنا. الكتاب متقسم لجزئين، في جزء 5 فصول وفي جزء 7 فصول. الجزء الأول هو اكتشف صوتك، والجزء الثاني الهم الآخرين ليكتشفوا صوتهم. الفصل الأول من النجاح إلى العظمة. في فرق كبير جدا من إنك تكوني ناجحة ومن إنك تكوني عظيمة. ستيفن كوفي بيبدأ الكتاب بكلام بسيط جدا ولكنه عميق جدا. ليه رغم كل التطورات اللي في حياتنا، التكنولوجيا والتعليم والوظائف، والناس برضو حاسة بالفراغ، ليه ناس كتير ناجحة من بره بس من جوه مش حاسة بده؟ لأننا فقدنا الاتصال بصوتنا الداخلي، الجزء اللي بيعبر عن المعنى الحقيقي في حياتنا، وهو انك تسمع صوتك. النجاح الخارجي سهل تقيسيه بالفلوس، بالارقام، بالمنصب، لكن العظمة الحقيقية بتحصل لما تكتشفي رسالتك في الحياة تعيشيها كل يوم. مشكلتك مش انك مش ناجحة، مشكلتك انك مش سامعة صوتك. في كتابه الاول العادات السبع، كوفي يعلمنا ازاي نكون فعاليين، وازاي نغير نفسنا من جوه، وازاي ننجز وننجح ونتطور. لكن في العادة التامنة هو بياخدنا لمرحلة اعمق بكتير. مش بس تكوني فعالة، تكوني عظيمة. مش بس تشتغلي وتعيشي، لا، تؤثري وتسيبي بصمة. كل إنسان في الدنيا عنده صوت خاص مكون من 4 حاجات: العقل والقلب والجسم والروح. العقل إبداعك وطريقة تفكيرك، القلب شغفك وحبك الحقيقي للحياة، والجسم قدرتك على العمل والتحمل، والروح الهدف والمعنى اللي بيقودك لكل شيء جميل. لما ال4 دول بيشتغلوا مع بعض حياتك بتتحول 180 درجة، طبعا للأفضل. طب تعالي يا رانيا نطبق عملي. هات ورقة وقلم واكتب 4 حاجات اللي هقولهم لك دلوقتي. اكتب معايا: ايه الحاجات اللي بحب اعملها جدا من غير مقابل؟ انا مميز في ايه؟ وايه اللي الناس بتميزني فيه؟ في ايه بحس اني مميز فعلا؟ ايه الشيء اللي ما عملتوش هحس ان الحياة ضاعت، وان الحياة من غير الحاجة اللي بعملها دي من غير ولا معنى، واتبسط جدا لما بعملها؟ ازاي ممكن استخدم موهبتي دي لمساعدة الناس؟ وهل موهبتي دي فعلا تقدر تساعدهم؟ كتبت اجاباتك، هو ده صوتك. هو اللي انت كتبته ده هو ده صوتك. ما تجاوب على ال4 اسئلة دول بشكل صحيح هتكتشف وقتها صوتك، لان اجابتك هي صوتك. الصوت الحقيقي جواكي قلبك هو اللي هيقولك. الصوت الحقيقي جواكي مش هتسمعيه وسط الزحمة، لازم تسكتي العالم شوية، وقتها بس هتسمعي قلبك. النجاح انك توصلي لهدفك، بس العظمة انك توصلي لهدف ليه معنى. العظمة مش ناس بس قليلة هي اللي بتتميز بيها، لا، العظمة بتكون عند كل شخص بيكتشف صوته وبيخلي اللي حواليه هم كمان يكتشفوا صوتهم. بالبلدي لما تساعد نفسك وتساعد غيرك. طبقي النهاردة عملي، اعملي النهاردة حاجة بتحبيها قوي، ارسمي، اكتبي، غني، اعملي اللي انتي بتحبيه. حاجة واحدة بس، صوري فيديو لو انتي بتحبي التصوير. كل فعل حقيقي من صوتك بيقربك لعظمتك. اسمعي صوتك، لان اول خطوة للعظمة هي انك تصدقي اصلا ان جواكي عظمة. لازم تكوني واثقة في نفسك. وكده خلصنا الفصل الاول. الفصل التاني، الصوت ماهيته ولماذا هو مهم. كل انسان في الدنيا عنده صوت مميز، بس المشكلة ان محدش بيسمعه. لو ما سمعتيش صوتك هتعيشي عمرك كله بتقلدي في اصوات الناس. كوفي بيقول ان الصوت هو اللي بيخلي حياتك ليها معنى، هو المزيج بين الموهبة، الشغف، الضمير. يعني لو انت بتعملي حاجة بتحبيها وشاطرة فيها والعالم محتاجها في نفس الوقت، وقتها هتسمعي صوتك الحقيقي. والكاتب بيقصد هنا ان صوتك هو رسالتك في الحياة. اسألي نفسك كل يوم: صوتي بيبعدني عن هدفي ولا بيقربني اكتر؟ لو اجابتك بيبعدك يبقى لازم تعيدي التفكير فورا. صوتك هو هديتك للعالم، ما ينفعش تسيبيه ساكت. الفصل الثالث، الطريق لاكتشاف صوتك. انتي مش محتاجة تخلقي صوتك، هو اوريدي موجود جواكي، بس محتاجة تشيلي التراب اللي عليه. كوفي بيقول ان في 4 اساسيات تكتشفي بيها صوتك: التأمل في الحياة والتجربة، الاستماع لقلبك والصدق مع نفسك. التأمل في الحياة يعني ايه يا رانيا؟ يعني شوفي ايه المواقف اللي عشتي فيها وانتي مبسوطة ومرتاحة بجد. شوفي المواقف اللي حسيتي فيها انك عايشة بجد،
مش مجرد آلة بتشتغل أو مش مجرد آلة بتعمل أي حاجة. أنهي مرة حسيتي بنفسك وبكيانك وبأنوثتك؟ التجربة. يعني ايه يا رانيا التجربة؟ يعني جربي حاجات باستمرار، ومع التجارب انت هتعرفي ايه الحاجة اللي فيها صوتك، تكتشفي وقتها ايه الحاجة اللي فعلا انت بتعمليها وانت مرتاحة بمنتهى السلاسة. وعمرك ما هتكتشفي حاجة غير لما تجربي، غير مع التجربة. فالتجربة لازم تكون أساسية في حياتك. الاستماع لقلبك. صوتك مش هتسمعيه طول ما في ضوضاء حواليكي وضوضاء تفكيرك، هو هيجي مع الهدوء والسايلنس والبعد عن كل العالم. بس ركزي في نفسك وشوفي انتي عايزة ايه. لما تسمعي لقلبك هتكتشفي بجد صوتك. بس ادي لنفسك حبة هدوء، صدق مع نفسك، اعترفي بالحاجات اللي بتحبيها بجد وقولي عنها واعمليها. وما تخافيش ابدا من الناس، حتى لو الناس شايفاها تفاهة، حتى لو الناس مش شايفاها اصلا. مش مهم الناس، مش هينفع اقول حاجة تانية عشان انا بصور. المهم انت، المهم انت، مش مهم الناس ابدا. الصدق مع نفسك هو اول خطوة انك تسمعي صوتك. انا هقولك تعملي ايه. هاتي ورقة وقلم، اكتبي في النص اسمك، اكتبي موهبتي، شغفي، حاجة العالم، وضميري. اول حاجة هتكتبي موهبتك، انتي موهوبة في ايه. تاني حاجة شغفي، هل دي الحاجة اللي فعلا عندك شغف فيها. حاجة العالم، هل فعلا العالم محتاجها. 4 ضميري، هل ضميرك هيكون مرتاح وانتي بتعملي ده. بس هتجاوبي بصراحة على كل حاجة، هتمسكي فرع فرع من ال4 وتجاوبي بصراحة. هتتفاجئي وهتكتشفي حاجات عمرك ما كنتي واخدة بالك منها. ممكن تعملي ده اكتر من مرة، ممكن تلاقي اكتر من حاجة، مش مهم تعملي دوت اكتر من مرة، بس المهم انك تلاقي صوتك ولو لمرة. وكده وصلنا للفصل الرابع، قوة الاختيار. اعظم نعمة عند الانسان مش الذكاء ولا الموهبة، اعظم نعمة عند الانسان هي الاختيار. كل مرة بتختاري بتكتبي سطر جديد في حياتك. كوفي بيقول ان الحيوان بيتصرف بالغريزة، ولكن الانسان عنده حرية الاختيار وحرية الاستجابة. ممكن تتعرضي لموقف صعب، ولكن ردة الفعل بتاعتك هي اللي بتحدد نتيجته. في شخص ساب شغله وكل الناس اتنمرت عليه وقالت ده مستقبله ضاع. ساب شغله وعمل الحاجة اللي بيحبها وبقى ناجح اكتر من الاول. ايه اللي فرق في حياته؟ اختياره. المرة الجاية لما يحصل موقف يضايقك، قبل ما تتصرفي فورا خدي نفس واسألي نفسك، انا عايزة اكون الضحية ولا القائدة؟ اختاري الهدوء ورد الفعل الايجابي، مش رد الفعل السلبي اللي يغلطك. اختياراتك اليومية هي اللي بتصنع مصيرك. الفصل الخامس، صوت الضمير. ضميرك مش بيغلط، بس انتي اللي ساعات بتسكتيه. كوفي بيقول ان الضمير هو البوصلة اللي بتوجهنا، كل مرة بتتجاهليه بتحسي ان في حاجة ناقصاكي. الضمير هو اللي بيقولك ده صح ولا غلط حتى لو كل الناس رأيها عكسك. الضمير هو اللغة اللي ربنا بيكلمك بيها. قبل اي قرار اسألي نفسك، هل قراري ده هيخليني بالليل انام مرتاحة؟ لو الاجابة لا، يبقى ما تمشيش فيه مهما كان الربح. ووصلنا للفصل السادس، القيادة بصوتك الحقيقي. الكاتب بيقول ان القيادة مش سلطة، دي قدوة. الناس مش بتسمع كلامك ولا كلام حد، الناس بتشوف افعالك. القيادة الحقيقية انك تكتشف صوتك وتساعد اللي حواليك يكتشفوا صوتهم هم كمان. القيادة مش منصب، القيادة رسالة. في شغلك او في بيتك اسألي اللي حواليكي، ايه اللي بيخليكم متحمسين، ايه اللي بيخليكم مبسوطين وانتوا بتعملوا. لما تعرفي اجاباتهم ساعديهم. هو ده سر القيادة الحقيقي، انك تساعدي اللي حواليكي يكتشفوا هم موهوبين في ايه. وقبل ما تساعدي اللي حواليكي ساعدي نفسك الاول.